برواق بئس بمدينة الدار البيضاء رفع الستار مساء أمس الخميس عن فعاليات معرض القناوية الحالم، وهو من توقيع الفنان المغربي العصامي الشهير محمد الطبال، الذي يستعرض من خلاله جوانب مختلفة من العالم الصوفي لدى قناوة. ويقترح المعرض على الجمهور اكتشاف في الفترة ما بين 14 دجنبر و9 يناير المقبل 40 من الأعمال واللوحات المنحوتة للأيقونة القناوية، من خلال مزج اللون والمرح وتسليط الضوء على تاريخ الأجداد الذي يتأرجح بين الخيال والنشوة. بين 20 ولا 24 لوحة اللي معروضة حاليا. المهم عدد اللوحات متنوعة، كتحمل رسومات قناوة ديال الصويرة، وكاينين منحوتات على الخشب، وكاين لي غوليف. الفنان العصامي محمد الطبال الذي ولد في العام 1959 في منطقة الصويرة وتحديدا بالحنشان، غالبا ما يعرض بانتظام لوحاته في مسقط رأسه أو في الحاضرة الاقتصادية للمملكة. وخلال معارضه في أوروبا حصل الفنان على جائزة الجمعية الأكاديمية للفنون والعلوم والأداب في فرنسا سنة 2015، وعلى جائزة أوروبا برسم المسابقة الدولية 23 للرسم البدائي المعاصر في سويسرا سنة 1996، بالإضافة إلى وسام ملكي سنة 2014.